ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنعمل مع بعض سلوبيت البيبي ال6 قطع. طيب مبدئيا بنجيبها منين؟ بنجيبها من عند اي محل بيبيع اللي هي حاجات البيبي او الاطفال. في كمان بتتباع اونلاين للناس اللي مش عندها حاجه زي كده قريبه. سعرها بيكون في حدود 210، في اقل من كده وفي طبعا بيختلف حسب القطع. اول حاجه هعملها اني هجيب اللي بتكون مقسومه او فيها كبسانه من النص، لان في ما بيكونش فيها، بتكون على بعضها مش بتكون مفتوحه. بس من الافضل انك تجيبي المفتوحه علشان تكون اريح في لبس البيبي ذات نفسه، ده ملوش دعوه بالتطريز. طيب اول حاجه هحتاج ان انا اعملها، هبطن السلويته كويس جدا بالفازلين علشان يسهل عليا الشغل، لان بيكون فيها نسبه كبيره جدا من المط، وبتكون طريه قوي وسوفت وهتتحرك معاكي كتير في الطاره، فاحنا محتاجين نثبتها الاول. طبعا هنحط الفازلين قبل رسم الباترون علشان ما يضيعش كل حاجة. هنرسم بقى الباترون، ودي طريقة تظليل اسمه فاية عشان نمشي عليها. وطبعا ممكن تستبدلي، انا كنت حابة ان انا اعملها بالحشو المائل، ممكن تستخدمي اي غرزة تانية ترتاحي فيها، يناسب كمان معاها الحشو المتداخل، وكمان غرزة الفرع وكذا حاجة ممكن تعمليها بيها، هتطلع كويسة. طيب زي ما قلت ان هي بتكون قطع يعني مختلفة. انا معايا قطعة فيهم زيادة، كانت حاجة مختلفة، كانت برا الطقم. طيب تطريز التسعير بتاعها، طيب هي مش هينفع ان احنا نقول تسعير معين، لان بيكون حسب الشكل اللي محطوط عليها، وانتي بتقيمي دوت. انتي بس كل اللي عليكي انك تخصمي تمن السلوبيت، وبعدين تحطي اللي هو تعبك انتي بقى، والخامات بتاعة الخيط والحاجات التانية، على حسب انتي اللي هتجيبي الطقم ولا مامة البيبي هي اللي هتجيبه. انا حطيت كل القطع فيها فازلين ورسمت الباترون، وهنا كنت اشتغلت جزء كمان منه، دي الطاقية بعد ما خلصت هي والبافتة. الطقم بيكون عبارة عن طاقية، بافتة، شراب، وكمان كفوف، وعندك السالوبيتا وكوفرتا. ده العدد. في ناس بتفضل ان هي تجيب مثلا كوفرتا والسرابيت فقط، وده طبعا بيختلف في الحاجات. بعد ما في التسعير يعني، بعد ما بنخلص الشغل بنبدأ ان احنا نغسله، لان طبعا السرابيتا بتاخد وقت طويل شوية في التطريز، فطبعا بتتلحوس او مش بتكون يعني لطيفة انك توديها كده. هنغسلها، المية دي بتكون مية دافية مش سخنة، مية دافية كده يعني، دافية شوية، وبحط فيها مسحوق. انا بستخدم اوكسي الوان، استخدمي اي نوع انتي بتستخدميه في البيت عادي، بس ما تحطيش اكتر منه، يعني ما تحطيش بقى كلوريكس وحاجات ديت، عشان يعني ايه متبقيش ضامنه. طبعا احنا الالوان مختبرينها، يعني طبيعي ان احنا كنا كده كده مختبرينها قبل ما نجربها، فان شاء الله ضامنين انه مفيش حاجه، بس عشان ما فيش حاجه برضو تبهت او تطبع او كده. تبدأي إنِّك تنشريها، ونصيحة في النشير ما تستخدميش المشابك الخشب، ولو هتستخدميها استخدمي معاها مناديل، يعني حطي المنديل فوق القطعة اللي هتحطي فيها، يعني حطي المنديل وحطي بقى فوقه المشبك، لأنه بيعمل صدى شوية على القطع، وهتضطري إنِّك تغسليها تاني وممكن ما يطلعش، فده حاجة هتبوظ الدنيا. ده كان شكل السلوبيتا في النهاية، وأتمنى يكون حلو، وأتمنى تكونوا طلعتوا بمعلومة مفيدة من الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بشير ولايك، وكمان كومنت لطيف.